جاله مجموعة تهديدات ما بعرف ليش يعني. إذا كان مشارك بدم لا مشارك طبعا اكيد. يقول لك انه والله ما كنا شايفين، لا شايفين بس ما حدا بيقدر يحكي. ما نتعامل بطائفيه، ما نتعامل بمواقف، اوكي خلص ما بدنا نرجع لورا، نحن بدنا نطوي صفحه بدنا الماضي نطوي صفحه، نوقف البلد، نعمرها. فهمت انه طالعه لتأدي لتعمل انقلاب بالرأي العام. مساء الخير، حلقه جديده من بلا عنوان. ضيفي حبيب قلبي وائل زيدان. تسلم لي ايهم، تسلم لي ايهم حبيبي. هلا انت بتحبني لهلا؟ لا بعد شوي ما بعرف شو بصير. والله ايوه ما بعرف. لا خلاص. حسألك هيك 4-5 اسئله سريعه. تفضل. تمام، جوابنا سريع ومختصر. حلو. تمام. اول سؤال نعم. بيقول ليش تهدد الاستاذ ايمن زيدان بالقتل، وليش انت اللي طلعت صرحت مو هو؟ انا ما بعرف ليش بدايه الانتصار يعني عم نحكي. ايه ما بعرف ليش تهدد يعني. للاسف يعني ما عرفت مين هدد؟ لا اجى على الواتس، اجى على الفيس، على الانستغرام، اجى له مجموعه تهديدات ما بعرف ليش يعني. اذا كان لا مشارك بدم لا مشارك طبعا اكيد. وكان بوست تبعه واضح انه هيك كتب اعتذار مثل حال كل اغلب السوريين يعني. كل السوريين. انا بعتبره هي تكويعه، ما بشوف المصطلح انه تكويع. بس انا انت شو بتعتبر استاذ وائل تكويع؟ هل المصطلح صح؟ لا ما حدا مضطر. ليش يكوع الحقيقه انكشفت انه ما كنا بنعرف بالفعل يعني انت كنت بتعرف؟ هلا ما رح يوافقونا الراي هلا يلي انا وياك انه ما كنا نعرف. ما كان في بس ما حدا بيسترجي يحكي بصراحه. طيب ليش ما هو اللي صرح؟ كنت تقدر تعبر انت عن اي شيء. انت كنت في بخبطه امنيه مخيفه، انت ما بتقدر تعبر عنها. طبعا انت قاعد بسوريا، قاعد بالشام، انت قاعد يعني بالمعقل، ما كنت تقدر تحكي. يقول لك انه والله ما كنا شايفين، لا شايفين بس ما حدا بيقدر يحكي. بس مو شايفين كل شيء. لك هلا مو شايفين ولا طبعا 10% من يعني السجون ما فتنا لا. بس كان في احساس، كان في قبضه امنيه. كنت ما ليش ما هو اللي طلع صرح، انت اللي طلعت؟ انا لا سئلت لما سئلت انه ليش هيك كذا، قلت لهم ايه تهدد. وهو على فكره ما سافر لانه ايمن تم قاعد هون شهر ونص بعد اجى شغل. اجى شغل وراجع. طيب سؤال ثاني تحت عنوان حظ ولا موهبه. حاذكر لك الاسم وتقول لي حظ ولا موهبه. تمام. دلع نادر. حظ ولا موهبه؟ اي اكثر؟ لا موهبه اكيد. لو ما عنده شيء ما. رامي احمر. لا موهوب رامي. ما انا ما عم جامل. ملهم بشر. مصعب الاسماء عليك هلا. ملهم بشر. ملهم لا موهوب. اشتغلنا سوا بنسمات ايدول. لا موهوب الشاب. هلا كلهم اكاديميين وكلهم خديهم تعبانين على حالهم. لا انه تعبانين على حالهم. امير برازي. امير هذا موهبه مع اكاديميه مع كل شيء. امير. طب وين الحظ؟ حظ ما له حظ ان شاء الله، بس الله بيبعث له حظ. علي سكر. كمان كلهم اسماء عم تعطيني. لا شوف ما عم جاب حظ ولا موهبه. بس انا بس بدي هالكلمه. لا موهوب الشاب. ما يعني ليش انا تعب على حاله. صار له زمان ممثل الزلمه يعني. صار له فتره. عمر حازم زيدان. هلا حازم بدي اقول لك موهوب وتعب على حاله ودرس 5 سنين هون و6 سنين بمصر. القاهره طبعا. فاكيد موهوب وشاطر. لما بده كمان بدي علقك مع العيله. انت تعلقني مع العيله. لا والله انت يعني ما بدي انا اطلع كثير انه ايه بده يحكي يعني انه هدول. لا انا بس عم بقول لك حظ ولا لا موهوبين طبعا. طيب قبل اخر اسم حسن خليل. ما شاء الله عليه كمان موهوب. حظه اكثر ولا موهبته اكثر؟ وهلا هو صارت يعني خدمته القصتين، وهو كمان طلع وحضوره حلو. اخر اسم معي روعه السعدي. ايه كلهم والله انا بحبهم. هي كلنا بنحبهم. لا كلهم بنحبهم كعائله حتى. هن كثير لا شطوره روعه. طيب لو اجاك عمل مع احد هدول الاسماء الموجوده، حتشتغل بس مع واحد، الباقي ما بتشتغل معهم حاليا بالوضع الحالي؟ وائل رمضان. ايوه. سلافه وخرجي باسم يافو. مع مين بتشتغل؟ بدي اسم. ليش ما يشتغل معهم مثلا؟ انه ما يشتغل. لا ظرف مي.
ما في. ليش نحن عم نفوت القصص ببعضها؟ يعني هلا انا بدي اسمع وجهه نظرك. ايه وجهه نظري، ما بدي فوت القصص ببعضها، كل واحد عنده وجهه نظر، وكل واحد وجهه نظره هو محاسب عليها، يصطفل قدام العالم شو هو. هي بس ردة فعل عمليا ما العالم. عندك مشكله. عمليا لا، ليش يعني كلها هدول زملاء بالنسبه لنا، نحن يعني تربينا سوا، ما في مواقف. ليش المواقف؟ نحن بالنهايه يا جماعه نحن يعني شعب واحد، طبعا اكيد. نحن كنا اسره واحده، يعني سوريا كلها يعني نحن لا ننتمي لطائفه. اوكي واحد بياخذ موقف من الثاني بس مو على حسابه هو الشخصيه، يعني انه اجى نحن عادي سوريين. او نحن سوريين بالنهايه. خلي هيك قلبنا مفتوح لبعض، وخلينا نوقفها لهالبلد بايد ان شاء واحده الله يا نعمرها رب. كلنا. وبالنهايه ما في. وهلا شايف انا باذن الله الاداره الجديده متوجهين لهذا الشيء، وان شاء الله يكون عندهم هذا الوعي الكامل انه ما نتعامل بطائفيه، ما نتعامل بمواقف. اوكي خلص ما بدنا نرجع لورا، نحن بدنا نطوي صفحه بدنا الماضي نطوي صفحه، ونعمر نوقف البلد، نعمرها. كنا ان شاء الله يا رب، انا بتمنى هذا الشيء يعني. اسالك قبل اخر سؤال، قبل السؤال اللي حتقول اذا بينخفى ولا لا، تصريحات لما فهو الناس انه هي عم تنادي نوعا ما بالعلمانيه او بطريقه يعني مو صح، او يمكن اجى التوقيت مو صح. هو التوقيت خلينا شوي. نوضح هذا الموضوع. هو التوقيت شوي كان مغزى تصريحات لما لنوضح نحن. هلا هي مغزى كانت هي بصراحه اول شيء ما نادت بالعلمانيه، كانوا يلي حواليها نادوا بالعلمانيه. هو انا بدي اسمع منك الحقيقه. ايه هن يلي حواليها نادوا بالعلمانيه، تحكي انه نحن دوله مدنيه، نحن لا ما عندنا طائفيه، ما عندنا كذا. نادت فهي فهمت انه طالعه لتأدي لتعمل انقلاب بالرأي العام تعمل، بس ما كانت توجهاتها هيك، وما بدي دافع عنها. والتوقيت كان غلط يعني، شوي صعب. كان صعب طيب. صعب. هلا قبل اخر سؤال، الازهر الشريف بمصر طلع فتوى تحريم لمسلسل معاويه. وكان السبب انه الصحابه ما لازم يتم تجسيدهم بشخصيات. من زمان كمان هذا القرار. انا بدي رايك بهذا الموضوع، هل فعلا يعني صار حرام انه الواحد يشوف هذا المسلسل؟ اخر هلا اذا بدنا نفتي كافتاء، مو انا بدي افتي يعني، لو ما في مرجعيه للافتاء ان كان بالسعوديه ان كان بالازهر. هلا جسدت شخصيه علي، سيدنا علي بن ابي طالب، جسدوا شخصيه عمر رضي الله عنه. شخصيه لو مو اخذين منها اكيد ما كانوا. انت عم تحكي عن يعني جهه الانتاج دول اسلاميه مو دول اجنبيه. السعوديه لما عم تعمل معاويه اخذين اوكي اكيد انه ما في حرام، اخذين انه ما في حرام. لما عملوا عمر ما في حرام. ما بعتقد انه يعارض هذا الشيء يعني. هلا هو طلع فتوى، انا عم بقول لك انتشرت فتوى الازهر. ايه طلع شريف طبعا اكيد تحيات. ايه. استاذ وائل، هذا السؤال حتقراه، حبيت تجاوب بقرا السؤال. حبيت تجاوب بقرا السؤال وبنجاوب، ما حبيت تجاوب بضل السؤال بلا عنوان ما بينعرض، وبحترم انا رايك. ايه. بدك تجاوب ولا لا؟ انا بحترم لك حريه الخيار. هذا اول كلمه. تعليق. فيك ما تجاوب والله انت على راحتك يعني. حابب تجاوب لا اقرا السؤال وتعلق، مو حابب تجاوب بنوقفه. بنوقف ما نعلق. ايه بدون تعليق، بدون عنوان وازدان. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك حبيبي.